عارف القلق اللي بتحس بيه قبل الامتحان او قبل انترفيو مهم المفروض تعمله او قبل ما تخش عمليه جراحيه؟ الرعشه في الايدين وبرود الاطراف وضربات القلب المتسارعه وعدم القدرة على انك تاخد نفسك بشكل طبيعي. في ناس بتعيش ده بشكل يومي مش بس عشان في انترفيو او امتحان او حاجة مهمة، وده اسمه anxiety disorder او اضطراب القلق. القلق ليه 11 شكل غير طبيعي تماما، زي اضطراب القلق العام، الرهاب الاجتماعي، نوبة الهلع، اضطراب القلق الانفصالي وغيرهم كتير. 11 نوع كلهم اشكال مختلفة للقلق وغير طبيعية. الطبيعي ان الانسان لما بيحس بخطر جسمه بياخد رد فعل، ولكن الغير طبيعي انه يفضل حاسس بخطر ومفيش خطر اساسا. قبل ما نتكلم اكتر عن القلق محتاجين نعرف الفرق بين القلق والخوف. الخوف هو استجابة لخطر او تهديد بيحصل دلوقتي في التو واللحظة، يعني مثلا ان في نمر بيقرب عليك فانت دلوقتي حاسس بخوف ولازم تاخد رد فعل حالا. ولكن القلق هي استجابة عاطفية لحاجة هتحصل في المستقبل وممكن ما تحصلش. باختصار القلق عامل زي انذار الحريق، بينبهك لحاجة ممكن تحصل، زي ان مثلا في حريقة فانت لازم تلحق قبل ما البيت كله يتحرق. ولكن المشكلة لما انذار الحريق ده يكون شغال عمال على بطال، زي ان مثلا انذار الحريق عندك يكون شغال مجرد ما تحمر حتة بانيه فيبتدي ان هو يعمل انذار عشان شوية دخان، او لو شغلت الكاتل تعمل كوباية شاي الدخان ده يخليه يشتغل برضك، فتبتدي تحس انك عايش في توتر وقلق دايما من ان البيت يتحرق، رغم ان اساسا مفيش حتى شرارة واحدة تدل على ان البيت ممكن يتحرق. طيب القلق ده بيكون نابع منين؟ يعني ايه السبب بتاعه؟ في جزء عندنا في المخ اسمه اللوزة الدماغية، ده جزء مسؤول عن الخطر، في ان هو لما بيحس باي تهديد بيبتدي يبعت اشارات للجسم فيبتدي يزود ضربات القلب ويبتدي ان هو يسرع التنفس ويخليك في وضع يا اما انك تقاتل يا اما انك تهرب. المشكله بقى ان في ناس بيكون عندهم خلل في الوظيفه دي في اللوزه الدماغيه، فبيكون حاسس 24 ساعه في انه في وضع خطر. وفي اسباب تانية زي وجود خلل في كيمياء المخ زي السيروتونين وده المسؤول عن المزاج والهدوء، او وجود خلل في الدوبامين اللي هو المسؤول عن التحفيز والمكافأة، او وجود عوامل وراثيه ان حد في العيله كان بيعاني قبل كده من قلق بايا كان الشكل اللي بيعاني بيه، او وجود عوامل وراثيه ان حد في العيله يكون كان عنده قلق قبل كده. اوقات وجود حساسيه زياده في الجهاز العصبي ممكن تؤدي لقلق مستمر. واوقات مش شرط تكون الاسباب جسديه، في اسباب نفسيه زي التفكير الزايد في المستقبل والماضي، او تحليل المواضيع بشكل دقيق جدا، او الخوف من الفشل، او الرغبه في الكماليه. في اسباب تانية بتكون بيئيه زي الصدمات النفسيه، تعرضت لفقدان حد، خيانه، تعدي جسدي او حادثه، او الضغط اللي ممكن يحصل لك من بيئه العمل، او المشاكل الاقتصادية اللي ممكن تعدي بيها، او انك تتعرض لتربية كان فيها نقد وخوف. في عوامل تانية بتزود القلق زي القهوة والنسكافيه. الكافيين بشكل عام بيزود القلق وبيسرع ضربات القلب، وقلة النوم وقلة الحركة. ولكن الجدير بالذكر ان مش كل قلق يبقى اضطراب. اي اضطراب نفسي عشان نقدر نقول ان هو اضطراب اساسا لازم تكون الاعراض مستمرة معاك على الاقل 6 شهور، لان في ناس بيجيلها قلق موسمي، يعني ممكن يجيله قلق في موسم الامتحانات، او قلق في فترة معينة من حياته، مثلا عنده انترفيو شغل او عنده مشروع مهم هو شغال عليه. اعراض اضطراب القلق: قلق وخوف مستمر دايما وغير واضح سببه، احساس دائم بوجود خطر او مصيبة ممكن تحصل، التفكير الزايد بدون توقف، وصعوبات في التركيز، العزلة وتجنب الخروج مع الناس، الخوف من المستقبل وان هو يكون فاشل، سرعة الانفعال والعصبية. في اعراض تانية جسدية زي ضربات القلب السريعة، ضيق التنفس، رعشة في الايدين او في الجسم، برودة الاطراف والتعرق الزائد. واوقات بيكون في شد عضلي في منطقة الرقبة والاكتاف، وصداع مستمر او دوخة، ومشاكل في المعدة زي مغص او غثيان، او الناس اللي بيكون عندها قولون عصبي. غير طبعا اضطرابات النوم زي النوم المتقطع، او وجود ارق يخليك تفضل تفكر طول الليل فمتعرفش تنام. ويا سلام بقى لو القلق مصاحب لنوبات الهلع او البانيك اتاك. البانيك اتاك بتكون اعراضها مختلفة شوية وبتكون اكثر حدة، زي دوخة واحساس ان انت مش موجود في الواقع، او واحساس ان انت ممكن تموت دلوقتي، احساس بالاختناق ورغبة شديدة في ان انت تصرخ، خوف مفاجئ وضربات قلب سريعة جدا. هل في علاج للقلق
ولا احنا هنفضل عايشين طول حياتنا خايفين؟ اهم علاج للقلق واهم علاج لاغلب الاضطرابات النفسيه وهو العلاج المعرفي السلوكي. العلاج المعرفي السلوكي هو بيخليك تفهم اعراض الاضطراب اللي عندك، وبيخليك تفهم ازاي تقدر تتعامل مع القلق وان انت ما تخليهوش يسيطر عليك، وتفهم ان مجرد افكار عندك مش اكتر، وازاي تسيطر على افكارك السلبيه دي اساسا. وبعض الحالات بيكون لازم تدخل دوائي زي مضادات الاكتئاب او المهدئات، وده طبعا بيكون تحت اشراف طبيب. والاطباء بينصحوا بممارسه الرياضه وممارسه تمارين التنفس زي اليوجا وتقليل الكافيين ومحاوله لتنظيم النوم، واهمهم كتابة الافكار اللي بتواجهك بحيث ان انت تبتدي تحللها بشكل دقيق، فتكتشف ان الخوف اللي انت خايف منه ده اساسا او القلق ده ملوش اي معنى ولا اي مصدر اساسا، ان اساسا الموضوع ده بنسبة كبيرة مش هيحصل. في النهاية عايزين نقول ربنا يشفي مرضانا جميعا، ولو انت بتمر بقلق او اي اضطراب نفسي تاني ما تنساش تزور طبيب نفسي، هيساعدك جدا. وما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة وتشوف الفيديوهات القديمة. كان معاكم دينا احمد، سلام.